من الطبيعي في رحلات السفر عبر الجو أن يأخذ الأمر ساعة أو ربما عدة ساعات حسب بعد المكان المقصود، لكن من غير المنطقي أن تستغرق الرحلة أياما أو حتى أشهرا، والمستحيل بعينه أن تطول الرحلة لسنوات مثلا. لكن ماذا عن رحلة دامت مدتها لقرابة 4 عقود؟ السلام عليكم، معكم حسام في فيديو جديد. أول حاجة صح فطوركم وإن شاء الله تكونوا شبعتوها. قصتنا اليوم قصة غريبة وعجيبة وقصة غامضة. قصتنا اليوم عن أشهر وأغرب رحلة في تاريخ الطيران، الرحلة 914. قبل ما ندخلوا الموضوع ما تنساوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش ديرنا لايك على الفيديو وبارطاجي الفيديو مع أصحابك. وهذا أول فيديو في رمضان، بسم الله and let's go. كان يوما عاديا روتينيا كسائر الأيام لضابط برج المراقبة خوان دي لا كورتي في مطار كاراكاس الدولي في فنزويلا، قبل أن يلاحظ على شاشة المراقبة ظهور بقعة سوداء غريبة عليه. بعد التدقيق ظهر أنها كانت طائرة لم تظهر قبلا على الرادار تتجه نحو المطار. لقد ظهرت من العدم دون وجود أي خط طيران لها. عمت الحيرة وانتشر الارتباك بين أفراد طاقم المراقبة. من أين ظهرت؟ هم لم يخطئوا بأي شيء. دقائق قليلة قبل أن يستطيعوا رؤيتها بأعينهم بعيدة في السماء، كانت تبدو غريبة ومن طراز قديم جدا من أيام الحرب العالمية الثانية. فجأة يصلهم اتصال كان مصدره الطائرة نفسها. كانت عبارة عن سؤال من كلمتين: أين نحن؟ بدا الصوت مرتبكا وخائفا، لكن الضابط أجاب عن السؤال بسؤال آخر: إلى أين تتوجه هذه الطائرة؟ وجاء الجواب الصاعق: نحن الرحلة 914 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية المتوجهة من نيويورك إلى ميامي في فلوريدا، مع طاقم مكون من 4 أفراد و57 راكبا. كان الجواب صدمة لطاقم المراقبة. فماذا تفعل طائرة أمريكية على الخطوط الجوية الفنزويلية على بعد أكثر من 1800 كيلومتر؟ فرد عليه ضابط في البرج: هذه كاراكاس فنزويلا بأمريكا الجنوبية، هل أنتم في مأزق ما؟ وتعجب طاقم الطائرة، لم يعرفوا أين هم وإلى أين متوجهون بالضبط. بعد بضع دقائق هبطت الطائرة DC-4 على أحد ممرات مطار كاراكاس الدولي، وقد سمع الضابط خوان صوت الطيار مشحونا بالعجب والرعب. كان طيارو الرحلة 914 ينظرون إلى مجرد طائرة نفاثة حديثة. ثم صرخ الطيار قائلا للضابط: نحن الرحلة 914، يجب أن نكون في مطار ميامي الساعة 9:55 صباحا يوم 2 يوليو من العام 1955. كيف انتهى بنا المطاف في كاراكاس؟ هناك شيء غير طبيعي هنا. هذه كانت كلمات الطيار إلى الضابط. فرد عليه ضابط البرج: أؤكد لك أنك في مطار كاراكاس الدولي، وهنا تكون الصدمة. اليوم هو 21 مايو عام 1992. واضح أنه كان جوابا غير منتظر للطيار الذي بدا مذعورا. حاول الضابط طمأنة الطيار قائلا له إن الطاقم الأرضي في الطريق إليهم لمساعدتهم، ويجب على الطيارين التزام الهدوء. لكن جوابه كان صدمة من خلال نافذة غرفة القيادة المفتوحة: لا تقترب منا، نحن سنطير بعيدا ودون أخذ إذن أو اتباع بروتوكولات السلامة. طار بالطائرة فورا وسرعان ما تلاشت عن الأنظار. وفي وقت لاحق أفاد عمال الخدمة الأرضية أنهم رأوا وجوه الركاب تضغط على النوافذ، وفتح الطيار نافذة قمرة القيادة ولوح لهم للابتعاد. قال الضابط خوان دي لا كورتي أيضا أنه كان يلوح بملف على ما يبدو وقد سقط منه، والذي اكتشفوا لاحقا أنه عبارة عن تقويم. ثم بدأ الطيار تشغيل المحركات وأقلعت الطائرة. كما أضاف بأن قادة الطيران المدني حجزوا جميع سجلات المحادثات مع الطائرة، وكذلك التقويم الذي سقط من يد الطيار والذي كان يعود لسنة 1955. نعود إلى بداية رحلة الطائرة في 2 يوليو لعام 1955. انطلقت الرحلة 914 الداخلية التابعة لشركة الطيران الأمريكية من ولاية نيويورك إلى ولاية ميامي، وعلى متنها 57 راكبا إضافة لطاقم الطيران المكون من 4 أفراد. بدأت الرحلة بشكل عادي دون أدنى مشكلة، و3 ساعات طيران كانت كفيلة بإنهائها.
لكن الساعات مرت ومرت ولم تظهر الطائرة لا في السماء ولا على رادارات المراقبة، ولم ترسل أي رسالة استغاثة أو إبلاغ عن مشاكل تقنية حتى. الأمر الذي أثار التوتر لدى المراقبين في ميامي، فتم الاتصال بمراقبي الملاحة الجوية في نيويورك ليردوا بأن الطائرة اختفت من الرادارات ولا أثر لها. فقام المسؤولون بعملية بحث عن الطائرة أو حتى حطامها ومحاولة رصد أي إشارة منها، لكن دون جدوى. أشهر من البحث ولم يجدوا أي شيء. لقد تبخرت طائرة الرحلة 914 وكأنها لم توجد قط، مما دعا السلطات للجزم بتفسير واحد لما حدث، وهو أنها سقطت في مكان بعيد في المحيط لم تستطع فرق البحث الوصول إليه. مأساة أودت ب58 شخصا جهلت أسبابها وتفاصيلها، واعتمد تحليل مجرياتها على مجرد تخمينات واعتقادات المسؤولين الذي لم يتصوروا في أكثر تفسيراتهم الغامضة أن الطائرة الرحلة 914 لم تصل لوجهتها في فلوريدا لأنها لا تزال تطير على خط الرحلة. وبعد 37 عاما ظهرت الرحلة من العدم لتحط في مطار كاراكاس بفنزويلا بضعة دقائق قبل أن تطير وتختفي مجددا. لكن إلى أين؟ إلى ميامي في فلوريدا. حطت الرحلة 914 أخيرا، لكن بعد 37 عاما من التحليق جوا. أفواه فاغرة وعيون متسعة وعقول لا تكاد تستوعب ما ترى. تلك هي حال المسؤولين والعاملين في مطار ميامي الذي لم يصدقوا ما رأوه بأم أعينهم. قرابة 60 شخصا اختفوا على متن طائرة لعقود ليظهروا بعدها ببساطة، والأدهى ليس ذلك، بل كونهم لا زالوا بنفس العمر وعلى نفس الحال دون أي تقدم واضح في السن. ومع ذلك الذهول لم يجدوا بديلا عن التحقيق مع الجميع من طاقم وركاب الذين أجمعوا أن لا علم لهم سوى بأنهم كانوا على متن رحلة طيران في العام 1955. بعدها تم إرسال الجميع لمقاصدهم ودون أي إجابات رسمية من السلطات كل من أمريكا وفنزويلا. تبقى التساؤلات المطروحة كثيرة، خاصة مع انتشار قصة الرحلة 914 مع مرور السنين. فهل قصة الرحلة 914 حقيقية؟ وما سرها؟ وما هو التفسير المنطقي لطيران طائرة ل37 سنة ظنها ركابها 3 ساعات لا أكثر؟ الكثيرون حاولوا حل لغز الرحلة 914 وانتشرت فرضيات عديدة ومتنوعة عنها تجاوزت الخيال ذاته، ولعل أشهرها وأبرزها كانت نظرية السفر عبر الزمن عبر ثقب الدودي، أو ربما نفق زمني دخلته الطائرة لتجد نفسها في فنزويلا فجأة بعد 37 عاما من تاريخ إقلاعها، وذلك سبب عدم التقاط الرادار لها ثم عودتها من ذات الثقب لتجد نفسها في ميامي بذات الزمن. وبالطبع لكل نظرية معارضون، وأحد أهم أسباب الاعتراض هنا هو أنه لو كانت حقا سافرت عبر الزمن، وهو أمر غير مؤكد وجوده أصلا، لكانت لدى عودتها من فنزويلا لو وصلت لميامي بعام 1955 وليس عام 1992. والنظرية الثانية أبطالها هم الفضائيون هذه المرة، ووفقا لأصحاب هذه النظرية فالفضائيون هم الذين اختطفوا الطائرة وركابها لسنين طويلة ثم أعادوها من جديد. مثلث برمودا أيضا كان له نصيب من كعكة النظريات، لكن المختلف أن الطائرة لم تتحطم هذه المرة وتختفي، بل تعرضت لأشياء غير مفهومة جعلتها عالقة لعقود. هذه النظريات وأخرى أيضا كالمؤامرات الحكومية والتجارب العلمية طفت على السطح، لكن أي منها لم يلقى تجاوبا وتأييدا وإجماعا لعدم منطقيتها من جهة ووجود من ينفيها من جهة أخرى. واستمرت التحقيقات والتفسيرات والتأويلات لفك لغز أرهق العديدين وشغل بالهم فترة طويلة ليظهر الحل الذي ربما كان منطقيا أخيرا. كانت صحيفة ويكلي وورلد نيوز المؤسسة عام 1979 والمطبوعة باللونين الأبيض والأسود ذات شعبية وانتشار واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليس سببه عبقرية كتابها أو تفرد مواضيعها،
بل لكونها ذات مقالات مثيرة وغريبة للجدل بلا مصداقية أو أدلة موثوقة تستند عليها. ولعل أشهر تلك المقالات كان مقالا عن الرحلة 914. فبعد المتابعة والتحقيق توصلت عدة جهات بحثية لكون هذه الصحيفة هي من اختلقت قصة الرحلة ككل، وبدايتها كانت بالعام 1985 عندما نشر مقال بقلم كاتب متواضع فيها يدعى إيدي كلونز عن الرحلة 914 بتفاصيلها، باختلاف أن العام الذي حطت فيه الطائرة بمطار كاراكاس هو ذاته عام 1985. ونفس القصة أعيد نشرها مرتين في العامين 1992 و 1999 مع تغير صورة ضابط المراقبة خوان دي لاكورتي في كل مرة. الباحثون عن حقيقة الرحلة أكدوا أن الجريدة تعيد نشر نفس القصة في كل مرة مع تغيير تاريخ وصول الطائرة إلى فنزويلا فقط. ولا يخفى عن الجميع أن مثل هذه الصحف الشعبية كثيرا ما تخترق القصص لزيادة المبيعات. وأما الصورة المنتشرة للطائرة وللأشخاص فجميعها لا علاقة لها بالرحلة الوهمية 914 التي كانت قصة خيالية غذتها خيالات وأكاذيب كاتب ما. وما عزز هذه الفرضية هو تأكيدهم أن لا بيانات عن هذه الرحلة بسجلات الطيران الأمريكي ولا سجلات حوادث الطيران في الأعوام بين 1934 و 1965. إلى هنا قد نظن أعزائي المشاهدين أن الحقيقة ظهرت والنفوس اطمئنت، لكن لا، فالجدال حول الرحلة 914 ظل قائما ولم ينتهي. والسبب هو ذاته التقويم عام 1955 والذي لوح به طيار الرحلة وسقط من يده، ففيما يؤكد العديد وجوده ورؤيتهم له وينفي آخرون ذلك. قصة الرحلة 914 أعادت للأذهان قصة أخرى تشابهها، وهي الرحلة 513 سانتياغو. وبين صد ورد ومد وجزر تبقى كل الفرضيات قائمة، ولكل فرضية مصدقون ورافضون، لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن لغز الرحلة 914 أطول رحلة في التاريخ لا يزال غامضا، وهناك في هذا العالم من يحاول حله حد هذه اللحظة. ورأيي الخاص في الرحلة 914 هي بكل تأكيد رحلة خيالية غذتها خيالات وأكاذيب كاتب ما في هذه الصحيفة الأمريكية المشهورة. ففي كل مرة الصحف التي تملك شعبية كبيرة تخترق بعض القصص لزيادة المبيعات. هذا الشيء مفروغ منه. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. هذه القصة حكاو عليها في يوتيوبر بزاف وحكاو عليها قنوات بزاف، وفي هذا الفيديو حلينا لغز الرحلة 914. كما العادة أمريكا فيها العجائب والغرائب. إذا عجبك الفيديو ما تنساش ديرنا لايك وبارطاجي الفيديو مع أصحابك، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. وبلا ما ننساو صحة سحوركم. سلام.